بصراحة أنا كنت مستنياك تقولي جامعة ميريت، لأن جامعة ميريت أسوأ ما يكون. ميريت صيدلة، انت ما تكملش تعليمك أهون من انك تخش صيدلة ميريت. بيشيلوا العيال مواد، بيبهدلوا التقديرات والجي بي ايه، عبث كتير. والكلام ده أنا مجبتوش من عندي، أنا جبته من اتنين، واحدة في سنة 5 هناك وواحدة في سنة 4. واحدة كانوا بيشيلوها مواد وبينزلوها في مواد، وواحدة تانية كانوا كلهم داخلين بنفس البنوك وكل واحد جايب تقدير مختلف. ده غير اصلا ان انا سمعت ان هي ما فيهاش تعليم كويس، وان الاغلب بيبقى معتمد على البنوك، وانك تخش تبصمجهم وتخش تكتبهم، تطلع من الكلية دكتور زي العسل. لكن جامعة بدر، انا اعرف واحدة في سنة 5 هناك، لا انا سألتها عن الجامعة وقالت لي ان الجامعة حلوة والدراسة حلوة والدكاترة كويسين والعميد كويس وكل حاجة فيها كويسة. العيب الوحيد، ومش بيشيلوا العيال ولا بينزلوهم سمر كورس عشان ياخدوا فلوس، مش الكلام ده. ده اللي هي قالتهولي، وكل واحد بيحكي تجربته الشخصية. العيب الوحيد هناك ان هما بيزودوا عليهم كل سنة تقريبا 1000 جنيه، يقولوا لهم مش عارفة صندوق ايه ويتيم ايه والحاجات بتاعت الحكومة دي. بس ده العيب الوحيد اللي قالتهولي في بدر، لكن ده ان هما بيشيلوا سمر كورس والكلام ده مش موجود. احنا في سفنكس برضو كذلك، بس ما عندناش حوار ال1000 جنيه الزيادة دي. احنا عادي كل حاجة حلوة، الدراسة كويسة والدكاترة كويسين وكل حاجة زي الفل وفيها تعليم، مفيش حاجة اسمها بنوك عندنا. ومفيش الزيادة بتاعت ال1000 جنيه دي، هي الزيادة السنوية وخلصنا. بس